السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتوا طيبين. وطبعا العيد قرب يا حبايبي، ولازم بنعمل تجهيزات للعيد. واول حاجة عملتها يا حبايبي، قلبت النيش، نزلته ونضفته وغسلت كل اللي فيه من ألف للياء. طبعا اليوم ده أنا تعبت فيه جدا، بس صراحة أول ما شفت النيش قدامي نضيف كده ارتحت نفسيا. وعلى فكرة احنا على الشارع على طول، في عربيات وتكاتك رايحة جاية، فالعفرة مش سايبانا في حالنا. مهما ننضف برضك بيجي عفرة. لو نضفت الصبح آخر النهار بتلاقي فيه تراب على الكومودينات وعلى التسريحات، مفيش فايدة. فطبعا النيش اول حاجة بيجي فيه العفرة. فطبعا اتنشطت كده وقلت لازم نسمي الله ونبدأ تجهيزات للعيد. فقلت اما اقلب اول حاجة النيش لانه كان مضايقني. انتوا شايفين كمية العفرة اللي فيه؟ بجد مش ممكن. وطبعا النيش فيه مليان كله ازاز وبيبان فيه العفرة بطريقة مش معقولة. اقل عفرة بتبان فيه، مع ان انا على طول بمسحه بجد والله يا حبايبي. يعني بالكتير قوي ما بتأخرش عليه. بس برضو اكمنه على الشارع على طول، الأوضة اللي هو ان انا حاطاه فيها، فبيحصل فيه كده. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. بصي بقى يا ستي، انت عشان ما تتعبيش نفسك وتشتالي وتروحي المطبخ وترجعي تجيبي تاني، لا، انا هجيب لك طريقه سهله جدا وسلسه خالص تغسلي بها النيش باقل تعب واقل مجهود. هو انت هتتعبي صحيح ومجهود، لكن مش بالطريقه اللي هي يعني. احنا بنحاول نجيب طرق تكون سهلة علينا شوية وتخفف علينا. هو بيبقى فيه تعب بس نخفف المجهود 50% على الأقل. يعني بدل ما نعمل مجهود 100% هنعمل 50% يا ستي. كده وحش؟ لا طبعا حلو. شايفين كمية التراب اللي عليها؟ طبعا انا بصراحة انا بتفرج دلوقتي في الصور ما كنتش متخيلة ان هيبقى فيه كمية تراب بالطريقة دي، مش متخيلة ان هو متعفر كده. بس الحمد لله ان انا اتنشطت وقمت عملته. وانتوا يا حبايبي لو انتوا برضو عندكوا زي كده بيتعفر من اقل حاجة، قومي اتنشطي وقومي اعمليه قبل ما الوقت يعدي. عشان كده كده في تجهيزات كتير جدا للعيد ان شاء الله هنعملها مع بعض. وكل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي. اول حاجة محتاجينها يا حبايبي عشان نسهل علينا الموضوع، احنا مش هنروح ولا هنيجي، هنعمل كل حاجة جنب النيش. لا هتروحي المطبخ هتشتالي وتروحي المطبخ على صينية وترجعي تغسلي وترجعي تجيبي تاني. لا، انت اسهل حاجة ليكي هتجيبي طبقين اتنين كبار فيهم مية. طبق تحطي فيه كيس بريل، والطبق التاني مية نضيفة خالص بس يكون فيه مية كتير. واول حاجة هتنزلي الرف اللي فوق وتشطفي زي ما انا بعمل كده، بسيط كده خفيف خفيف. وبعد كده حطي اللي انت غسلتيه في المية النضيفة اللي خالص. وبعد ما تشتالي من المية النضيفة هتجيبي زي ما انا كده فرشة، اي حاجة ملاية عندك، اي حاجة يا حبيبتي تكون مفروشة مش محتاجاها تفرشيها وتطلعي اللي انت غسلتيه، الكاسات او طقم الشربات او اي حاجة، وتحطيها عليه وتكفيه اهم حاجة برضك هتساعدك تشغلي المروحة عشان المية اللي فيه تنشف بسرعة. وبعد ما تخلصي تنزلي الرف اللي بعده، هتنزلي رف رف. طبعا بننزل رف رف عشان مفيش حاجة تتكسر مننا وما يحصلش هوالك. لان صراحة كل ما اجي اغسل لازم حاجة تتكسر مني، مش عارفة ليه، مع اني بحافظ على قد ما اقدر يعني، بس لازم بيبقى فيه خسائر. ربك الحق مش عارفة ليه يعني، بس الحمد لله. والرف اللي انت بتنزليه وتغسليه زي ما قلتلك كده هتمسحي مكانه على طول برضك عشان يكون مكانه نضيف وينشف معاكي. الرف اللي انت تنزليه تمسحي مكانه تحت على طول. وطبعا اول ما تلاقي الطقم الكاسات مثلا بتاعك نشف، الطقم اللي انت نزلتيه اول حاجة نشف منك، تبدأي بعد ما مسحتي مكانه تبدأي ترصيه على طول. ليه؟ عشان مثلا ما يحصلش خسائر زي ما قلتلك. ويكون كده انت خلصتي. شايفين الرف اصلا عامل ازاي مطرب برضك ازاي؟ همسحه وانضفه وارص اللي انا غسلته. طبعا المروحة شغالة جامد فبتنشف معايا على طول. وطبعا البريل بيساعد في الازاز بيخليه يبرق يا حبايبي.
وانا ما بحاولش ان انا نشف الازاز باي حته قماشه، لا انا بسيب الكوبايات او الكاسات تنشف لوحدها، عشان بس ايديا ما تطبعش فيها تاني، فاهمه؟ عشان كده ما بمسحهاش بفوطه ولا اي حاجه تاني، وما تطبعش فيها. فانت لما تسيبيها اصلا تنشف كده، البريل اصلا بيخلي الازاز يبرق زي ما انتوا عارفين، وتسيبيها ينشف كده على الهواء وتكفيها، بيبقى افضل وافضل. يلا يا حبايب، شجعوني واشتركوا في قناتي عشان تكبر بيكم ان شاء الله، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة جديدة، وفضلا وليس امرا تعملي لي لايك للفيديو. شايفين بقى الطقم ده؟ الطقم ده كان مليان تراب زي ما انتوا شايفين في اول الفيديو، دلوقتي بيبرق ازاي؟ صراحة مش ممكن. الحمد لله، النظافة من الايمان يا حبايبي، مش كده ولا ايه؟ دوت طقم برادات بالسكرية بتاعته. صراحة انا لسه ما استعملتهوش، فحطاه في النيش من يوم ده بتاع فرحي، من يوم ما جبته وانا ما استعملتهوش والله. طبعا كل اللي في النيش احنا ما استعملناهوش لسه. صراحة مشروع فاشل، بس لازم يجي، هنعمل ايه؟ وكمان دلوقتي في ناس بتجيب حاجات مبالغة فيها، حاجات اكتر واكتر واكتر. ربنا يعين الناس كلها يا حبايبي. وده شايفين الطقم ده برضو كان مليان عفرة، لانه طبعا اسمر فبيبان فيه التراب بطريقة فظيعة، فالحمد لله رجع يبرق تاني اهو. يلا يا حبايب نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. كده انا غسلت الطقم برضو، الرف اللي في النص انا خلصت الرف الاولاني، خشيت على اللي في النص وكفيته كله، عم امسح بقى مكانه وارجع ارصه تاني. يبقى انا كده ما بتحركش من مكان النيش. طب انت ما عندكيش وسع؟ انا كده كده انا شايله اصلا، يعني انا مكركبه المكان ده وشايله كل حاجه فيه، عشان برضو انضف النيش، وبعد ما هنضف النيش برجع ايه ارصه تاني، عشان بس ما اروحش واجي للمطبخ وارجع اشتغل على صينيه وارجع تاني، لا ده اسهل واسرع. وطبعا كل ما المية بتتوسخ برمي المية، لازم مع كل رف برمي المية وسخة واجيب مية نظيفة عشان الازاز يبرق معاكي. مش بكمل النيش كله بالمية دي، لا، بغير المية دايما باستمرار، الاحظ المية اتوسخت ارمي المية واجيب مية نظيفة. طبعا انا كده خلصته ورصيته زي ما انتوا شايفين كده، واتشهدت وقلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اللي تعبني مش في غسله، اللي تعبني في رصه يا حبايبي، من التوطية اوطي اجيب الطقم واحطه وارجع تاني، هو ده اللي تعبني، مش غسيله بجد. لان زي ما قلت لكم غسيله في نفس المكان، وكنت بنزل الطقم واقعد اغسل واكفي، فغسيله ما تعبنيش اكتر من رصه يعني. فالحمد لله رصناه ونضفناه، وكده اول تجهيز لنا. ويا ريت تدينوا رايكم وتقولوا له ايه رايكم في التجهيزات دي. وطبعا يا حبايبي لازم نشكر ونرحب بحبايبنا الجداد اللي خشوا في قناتنا، نقول لهم اهلا وسهلا بكم، ويا رب نكون بس قد الثقة بتاعتكم، ونكون عند حسن ظنكم، وشرفتوني ونورتوني يا حبايبي. ايه رأيكم بقى؟ شفت المنظر اللي قبل وبعد؟ حاجة طبعا باينة خالص، فرق السما من الأرض. الحمد لله رجع كله يبرق من أول وجديد. طبعا مش بالساهل يعني، بس صراحة بتفرق والنظافة حلوة. وطبعا النيش بتاعنا يا حبايبي فيه حاجات طبعا قديمة، لان انا متجوزة بقالي 19 سنة، فمش عايزين في موضة، في حاجات في موضة بتاعتها صحيح ادمت، بس طبعا احنا مش هنغير ولا هنوديهم فين، ده حاجتنا. فمش عايزين بس كده حد يتمالت علينا وتقولوا لنا ايه رأيكم في النيش بتاعنا. طبعا انا عارفه ان الطقم دوت يبقى افضل لو انا حطيت الصينيه وحطيت الطقم البرادات عليه بالسكريه بتاعته، بس المكان ضيق قوي، فمش عارفه احط الصينيه عليها البرادات بالسكريه بتاعتها، لان المكان النيش ضيق، فمش عارفه احطه. فحطيت البرادات زي ما انتوا شفتوا كده، ووقفت وراها الصينيه بتاعته، لان هو طقم بالصينيه بتاعته. واللي انتوا شايفينه فوق ده يا حبايبي اللي جنب الكاسات ديت اسمها فواحة، بنحط فيها عطر
وفي الفوق الرف الفوقاني والرف التحتاني بنحط فيها شمعة ونولعها. طبعا بتخلي الشقة جميلة جدا، ريحة العطر يعني كل ما الشمعة شغالة كل ما ريحة العطر بتعطر الشقة وتخلي الريحة جميلة جدا. وطبعا افضل عطر تجيبيه هو المسك، المسك بيخلي ريحة الشقة جميلة جدا يا حبايبي. وكده الفيديو بتاعنا خلص يا حبايبي، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله لو لسه في العمر بقية.